السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إبليس يعترف: هؤلاء لا أستطيع أن أسيطر عليهم أبدا. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد كل واحد فينا بيفكر دلوقتي: يا ترى مين دولة اللي إبليس بنفسه بيقول أنا ما أقدرش أسيطر عليهم أبدا، وده اعتراف من الشيطان بنفسه. مين هم؟ إنهم المخلصون الذين أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا حاكيا عن الشيطان أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي أنه قال: أقسم بعزتك يا رب لأضلن بني آدم أجمعين إلا الذين أخلصتهم أنت لعبادتك وعصمتهم مني، لأنهم أصلا أخلصوا العبادة لله ولم يريدوا بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت الأسوة والقدوة للأمة كلها، قل لهم إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي رواية عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ونفس الحديث في رواية أخرى عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. إذن فيا أحبابي، إخلاص النية لله وإخلاص العمل لله بدون رياء ولا سمعة ولا طلبا للمدح والثناء من الناس ولا طلبا لأي أمر من أمور الدنيا يجعل الشيطان لا يستطيع أن يقترب منكم أبدا ولا أن يسيطر عليكم. ولكن من عمل عملا يعني طلبا للرياء والسمعة ومدح الناس وثنائهم وطلبا للدنيا، فهذا يستحوذ عليه الشيطان ويكون يوم القيامة مع أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: المتصدق، قارئ القرآن، والمتصدق، والمجاهد في سبيل الله. يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول له جل وعلا: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل. خدت حظك من المدح والثناء. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. مع ان هذا الرجل العالم او قارئ القرآن هذا لو اخلص النية لله لكان في اعلى درجات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي كنت تحفظها، كما قال الإمام الترمذي. طيب، ويؤتى بقى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر. يقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: يا رب ما تركت من باب تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت من أجلك. فيقول له جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول له جل وعلا: إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد أو كريم. خدت حظك من إيه؟
من الثناء والمدح من الناس. ثم يأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمجاهد في سبيل الله، مع أن هذا المتصدق لو أخلص النية لله يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، وبقدر ما فرج من كربات المسلمين في الدنيا بقدر ما يفرج الله عنه كربات يوم القيامة. يؤتى بالمجاهد فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت، يعني من أجلك. فيقول له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما قاتلت حتى قتلت إلا ليقال شجاع أو جريء، وقد قيل خدت حظك من المدح والثناء. ثم يأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. تخيلوا بقى هذا الرجل المجاهد في سبيل الله لو أخلص النية لله يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. بل ويكون حظ هذا المجاهد لو أخلص النية لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دم، مع أول نقطة دم يتغفر ذنوبه كلها ويرجع صفحة بيضة بلا ذنب، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، عشان كده تلاقيه مبتسم كده ما شاء الله، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع فيه، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ما شاء الله. كل دوت لو إن الإنسان أخلص النية لله سبحانه وتعالى وهو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما أساء النية ودخل في هذا الأمر رياء وسمعة، إيه اللي حصل؟ كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. إذن في الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. الناس هينفعونا بإيه؟ يعني لو إحنا حتى لو كل من على الأرض مدحونا وأثنوا علينا وقالوا فينا يعني قصائد من المدح، إيه اللي هيفيدنا؟ ما دام ربنا غضبان علينا عياذا بالله. إنما إذا رضي الله عنا فماذا يضيرنا حتى لو قال الناس فينا أسوأ شيء عياذا بالله؟ فالإنسان عموما لو الإنسان فعل ما يرضي الله فإن الله يحبه، وإذا أحبه حبب فيه الملائكة وحبب فيه أهل الأرض. وهذا الحديث الذي أختم به كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأخلصوا تتخلصوا. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.